السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل فول مدمس للسحور بطريقة سهلة جدا، وهقولكوا على التكة اللي تخليه لونه اصفر كهرمان كده على طول، حتى لو احتفظت بيه في الفريزر. آه، شايفين الجمال؟ لونه اصفر جميل وزي الزبدة ومستوي واخر تمام. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة. معايا كيلو فول منقوع لمدة ليلة كاملة. ودي التكة بقى اللي بقولكوا عليها. غليت المية وحطيت فيها معلقة كركم قبل ما انزل فيها اي حاجة، علشان الفول ياخد اللون الاصفر من اول ما ينزل في المية. وطبعا بنزود 3 معالق عدس و3 معالق فول مجروش. وبعد كده هنزل بالفول المنقوع زي ما انتم شايفين، وهسيبه يغلي لمدة نص ساعة كده تقريبا. وبعد نص ساعة ههدي عليه النار خالص. هو بياخد من أربع أو 5 ل6 ساعات بالكتير علشان يستوي. شايفين؟ ما شاء الله، مفيش أجمل من كده. وتفضلوا أحلى طبق فول للسحور. وياريت لو الفيديو عجبكم تشتركوا في قناتي وشير ولايك، وأشوفكم في وصفة تانية أحلى وسهلة مع صافي إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين تاني، ومع ألف سلامة.